بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم طبعا جايبين لكم الفار من المناظرات حيدر النجسي. طبعا حيدر النجسي دخل في خلافات بينه وبين بعض الرافضة السبائية في مسألة هل الأئمة يخلقون أم لا يخلقون. العجيب في الأمر أن كلهم هم رافضة سبائية 12، وكلهم يدعي أنه يتبع أهل البيت. طبعا الأول يقول أنا عندي أدلة من أهل البيت والقرآن، والثاني يقول أنا اللي عندي الأدلة من أهل البيت والقرآن. فما نعلم يعني الحق مع من. إحنا طبعا نبغى نعرف إذن من هو اللي على حق. الآن كلكم تدعون أنكم تتبعون العترة. طيب الآن أنتم مختلفون في مسألة زي هذه، والله مصيبة. عموما خلونا نسمع هذه المهزلة. العدم والدليل عيسى بن مريم عليه السلام يقول إني أخلق لكم من الطين. نعم سيدنا، كهيئة الطير. إيه أعرف سيدنا. الطين الإمام الصادق عليه السلام خلق. تفضل. مو بالضرورة عدي، مو بالضرورة. هسه أنت تطلب من الآن مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول لو أردنا لو شئنا أمرا فعلناه. يعني لو أراد الإمام بأي شيء أحياء موتى، يعني شخص كان موجود في الحياة وأحياء الإمام الصادق أو أي إمام. متفضل سيد. لا عندنا أمير المؤمنين عليه السلام اللي صاحب اليد المقطوعة أرجعها إلى وضعها الحقيقي. السارق الذي قطع يده عن طريق الشهود الزور، هذه الرواية موجودة عندنا بكتبنا، ورجعها الإمام سلام الله عليه. تمام لو لا رجع؟ إذن أرجع شيء ميتا وعاد إليه الحياة. هسه احنا مو بالضرورة أنه يخلق، لعله المجتمع آنذاك ما يتقبل من المعصوم هكذا أفعال. لربما المجتمع في وقته يعني ما طالب منا هذا الأمر. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول شو يقول؟ لو تمهدت لي الأمور وانثنت لي الوسادة، مو تمام لو لا أخرج لكم من الماء نورا. إذا ليش ما وصل الأمير المؤمنين إلى هذه المرحلة؟ لم تتمهد له الأمور. مو يعني بالضرورة أنه بس أبو علي يعني شنو المختبرات يوفروا له؟ يعني شنو إذا عنده قدرة أن كون يكون، ليش ما وفر؟ لا مو الوادم. عقل المجتمع ما يتقبل من الإمام. الآن لو عيسى بن مريم عليه السلام ظهر، لو عيسى بن مريم ظهر وصلى وراء الإمام المهدي، هل يتقبل المجتمع السني الوهابي هذا الفعل؟ لو يكفرهم اثنين. لم ينزل القرآن على جبل أمامهم والجبل ما علينا بالقرآن. يعني الآن الوهابي بس اسمعني يا حبيبي. جميل. أنا ما يضحكني إلا الرافض السبئي لما يدخل في مسائل التكفير ويبدأ يسوي إنه وكيوت وإنه ماله مال الشغلات هذه، ويبدأ يرمي المسائل هذه على غيره. أنا أسأل سؤال يا رافض يا سبئي، في أحد يكفر طماطم؟ ابحث في دينك. في أحد يكفر طماطم ولا خيار ولا ليمون؟ والله موجود في دينك. نباتات كفرتوها، حيوانات ايش لها صلاح؟ أنا بعرف ايش لها صلاح. يعني يكفرونها ويقول لك والله هذا دينكم تكفيري أصلا. عموما واضح إلى الآن أنه هؤلاء يعني ما هم قابلين الكلام اللي يقولوا حيدر النجسي. يعني حاسين أنه هذا ضال مضل، يعني مشرك بالله عز وجل. لم يقبلوا، يعني زي القناص هذا، يعني لا يعرفوا أنه هذا حمار إلى أبعد الحدود، لكن سبحان الله مو قابل. يعني هو والثاني القيصر ولا شو اسمه، لكن القناص اللي هو حمار مو قابل. يعني كيف هذا؟ شرك، هذا كفر. فوالله كفوا عليهم. عموما خصوصا القناص كفوا عليه. يعني أنا صراحة راح أغير نظرتي فيه. عموما نسمع الباقي. نعم اسمعني يا حبيبي، اسمعني. الآن لو عيسى بن مريم، لو أمر الله الإمام المهدي له الآن بالخروج، رواية عند السنة وعند الشيعة يعني إجماع المسلمين على أنه عيسى بن مريم عليه السلام يصلي وراء الإمام المعصوم، هل الآن المجتمع مستعد لتلك الحادثة؟ جاوبني. لا لو تكفرهم اثنينهم. لا. إذن الإمام ليس الآن ظروفه، ولا عيسى بن مريم الآن وقته. المجتمع لم يتقبل، وليس العلة في المعصوم أو الإمام. لا بس اسمح لي أبو علي، نرجع لنقطة الإمام علي.
ابو امير المؤمنين او هاي السلسله لا كلها. انت الان واحده انت الان اقتنعت بكلامي انه لا. العله بالمجتمع سيد جوابك كان اقتنعت، بس من قلت لي لأن عيسى عليه السلام أدنى منهم فهو يخلق، هاي أنا اقتنعت بها، بس باقي الكلام سيدنا مو مقنع، لا تزعل سيدنا افا تونا قاعدين نمدح فيك يا قناص، وقلنا الرجال هذا عنده عقل ويفكر زي البشر. جاك هذا حيدر النجسي بكلمتين لحس عقلك وخلاك تقتنع بكلامه الكفري. والله انك ما عندك عقل. يعني مثل حيدر النجسي هذا اللي اغبى واحد في الرافضه بعد كاظم المكذباوي يضحك عليك، والله انك حمار. عموما خذ هذه الجائزه، انا اخترتها لك، ما يستحقها غيرك. هذه الجائزه ابغاك يعني توريها احفادك واحفاد احفادك، خلهم يفتخرون بحموريتك، وانه كيف زي حيدر النجسي قدر يلحس عقلك ويخليك تغير قناعاتك كلها. لا حول ولا قوه الا بالله. عموما اسمع الباقي. ابو علي. اي والله ابو علي. اي عدي مو بالضروره. انت لو الامام سلام الله عليه لو طلب منه، الامام يرى ليس مثل ما نحن نرى. الامام عندما تطلب له معجزه، الان تطلب منه معجزه، الإمام يرى هذه المعجزة يتقبلها المجتمع أو لا يتقبلها. هل هذا المجتمع راح ينقسم إلى قسمين؟ طيب إذا انقسم إلى قسمين راح تصير معارك، راح يصير دماء. هذه الأمور كلها بعيدا ينظر إليه الإمام. فإذا اقتضت المصلحة الإلهية أنه يعني يخرج تلك المعجزة أخرجها، وإذا لم تتوفر له الظروف لا ما يخرجها. يعني لربما تسيل على تلك المعجزة الدماء. أبو علي أنت تقول لو مد بي الزمن لأخرجت لكم من الماء نورا. طيب أنت قلت ما يقدر يخرج معجزة، خاف يصير فتنة. ما هو رد الشمس أعظم من الماء. رد الشمس وهي معجزة. رد الشمس بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رد الشمس معجزة طبعا. حبيبي غلط. ردود الشمس. ليش ما تخلينا أفهمك؟ رد الشمس قيصر دقيقة مجال سيد قيصر. رد الشمس كان بوجود النبي الذي لا يختلف عليه المسلمين. يعني عندما يخرج تلك المعجزة النبي الإمام علي عليه السلام راح يصدقه النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. أما بوجود غير النبي لازم تتوفر تلك الشروط. فهمت الآن؟ ماشي. رده للشمس كان بوجود النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، يعني راح من يصدقه لا يختلف عليه المجتمع. خليه يخرج الكهرباء من الماء ووجود النبي ايضا. شنو الضيق؟ ما تمهدت له الامور، ودا اقول لك ما تمهدت له الامور. ما عدي تشد حبيبي، عدي يشد. لا كلام السيد ذهب بالنسبه لرد الشمس، وهاي مال لو اخرجت من الماء نورا، هاي كلام صحيح. اي بس قصه يعني سيد حيدر الامام الصادق عليه السلام استدل بتبارك الله احسن الخالقين مثلا. ممكن توضيح سيدنا؟ هاي آية قرآنية. شلون عدي شلون؟ يعني استدل العالم أو الإمام الصادق عليه السلام بقوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين. اي نعم هم أحسن الخالقين. يعني أكو ناس تخلق غير رب العالمين، صح؟ اي طبعا. شنو معنى العدم يا عدي؟ يا اخوان شنو معنى الله يخلق من العدم وهم لك أيها السفيه. طيب جميل. لاحظتم الآن كلهم ترى شيعة، وكلهم يعني مختلفين على مسألة في العقيدة يعني مو مسألة فقهية، لا في العقيدة. والله مصيبة، هذا دين. هذا العجيب تناقض. حيدر النجسي متناقض في رده عليهم. طبعا اللي هو القناص خلص انلحس عقله المسكين، وهذا يعني غير اعتقاده كاملا. لكن الشخص الثاني لا أبدا، بل كان ذكي في طرح الأسئلة، وإنه يعني حشر لك حيدر النجسي إلى درجة إنه وصلوا إلى التناقض. يعني هو سأل سؤال، قال كيف الآن ليه ما تخرج هذه الأمور؟ يعني قال لم تتمهد له الأمور. قال له فعل أعظم من كذا، رد الشمس، قال ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال طيب خليه يخرجها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لم تتمهد له الأمور. كيف وكانت المشكلة لم تتمهد له الأمور. ولما سألناك قلت هذيك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يخرجها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني مصيبة والله. يعني هذا الكلام سبحان الله يعني يدعو إلى الناس إلى أن يشركوا بالله عز وجل. الأئمة نفسهم يقولون هذا من الشرك. شوف اقرأ الرواية هذه الرواية طبعا موجودة في كتب الشيعة، اقروها واستمتعوا فيها. أنا أبغى أتفاهم مع هذا اللي هو حيدر النجسي. طبعا القناص هذا خلاص حطوه على جنب، هذاك طفل عقله صغير ما يفهم. والله نفسي يعني سبحان، أحس نفسي أسبه، نفسي ألعن خيره، لكن أخلاقي تمنعني. عموما راح أشوف لك من القفص واحد من سبابين الرافضة اللي يعني ما في زيه في السب، يعني ما يتحداه في السب إلا الصماد وش اسمه هذا 313 كيس النفايات. ثانيا يلزم من كلام حيدر النجسي أنه أي معجزات جاءت على أيادي الأئمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هي يفترض أن لا تصدق وأن تعتبر من الخرافات ومكذوبة. هذا على حسب قوله. ليش؟ لأنه يقول لم تمهد لهم الأمور لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمنهم، لذلك لم يأتوا بالمعجزات. إذن كيف الآن جاءت؟ إذن هذه تعتبر كلها من الخرافات. يعني لو جاك واحد والله قال فتحنا قدر لقينا صورة الحسين، ولا فتحنا قدر لقينا صورة الحسين مكتوب بالعافية يا شيعة، هذه يعتبرها من الخرافات. أو رجل راح زيارة وجاء قال لك والله أنا يعني كان فلان أعمى والآن أصبح بصيرا، ولا فلان قال والله ما كان يجون عيال والآن جون عيال. هذا أعرف أنه كذاب، هذا أكبر واحد كذاب. عموما الآن جاهز، طبعا هذا خرجناه من القفص وهو جاهز حتى يستلمهم. جزمة بابل استلمهم حيدر النجسي وكل من استبقره واستحمره حيدر النجسي. تفضل استلم. بابا أنت بأي عقل عايش؟ بأي دين عايش؟ أنت فهمني يعني. أنت لا تخلي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بمنزلة الخالق، ما يصير. علي بن أبي طالب يصلي ويستحم ويأكل ويشرب. بابا أنتم وين عايشين؟ أنتم بيا عقيدة بيا عقل؟ هاي عقولهم يا سيد كرار. أنت تخاطب عقول تقول لك أنه علي بن أبي طالب يخلق بربك. أنت هذا العقل تخاطبه؟ أنت ما تخاطبه. هذا ما يحكي عشان حضور بس الأحمق. هاي هو أحمق بعد. أنت قلت أحمق، فالأحمق ما أحرق قلبي ولا جسمه وغير يسولف. يعني ايش راح يقدم يأخر؟ شو ذا سولف أصلا؟ وعيب على الشيعي يقول أنا شيعي خوش أتبع علي بن أبي طالب عليه السلام يخلي الزبايل تدخل بثه. والله العظيم لا زعلوا مني. إذا ألقى يوسف بأي بث شيعي والله العظيم لا أدخل بثه وأحضره، خلي يزعل ويرضى. كفو يربوع بابل. كفو. هذا الكلام اللي نبغاه. هذه الناس الضالة المضلة هذه المفروض ما تقعد في البثوث. هذه المفروض الناس اللي بالشكل هذا على شاكلة وش اسمه حيدر النجسي، هذه المفروض تطرد من جميع البثوث. أنا صراحة مبسوط منك، وأنا أشهد أنك شجاع وغيور على دينك وجزمها في نفس الوقت. عموما كل اللي أبغاه منك الآن أنك في أي بث سواء جاك أو رحت له ما تخلي فيه ولا تبقي فيه شيء وترد عليه بالأدلة الدامغة. نفع ما نفع ارقع أبوه بنفسك أنت، لأنك جزمة ارقع أبوه بنفسك واقضي عليه. ما يبغى له إلا كذا. عموما أنا مبسوط منك جدا. انطلق وابحث عن النجسي حيدر وسمعوا هذا الكلام وكن على قدر المسؤولية. انطلق في مهمتك يا جزمة بابل. اي نعم يخلقون اهل البيت، بس فرق ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. خلق الله يختلف، احنا وضحنا هاي المسألة. وخلق الله يختلف عن خلق آل محمد. عيسى ابن مريم عليه السلام أدنى منهم درجة. عيسى ابن مريم أدنى من محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخلق. شنو المشكلة؟ هو يقول إني أخلق لكم من الطير، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. تمام ولا لا؟ تمام ولا لا؟ فهو أدنى من محمد صلى الله عليه وسلم. شنو المشكلة؟ بس خلق عيسى ابن مريم وخلق آل محمد وخلق المعصومين يختلف عن خلق الله. وضحنا هاي المسألة وراح نوضحها مرة ثانية. الله سبحانه وتعالى أخواني يخلق من العدم،
وآل محمد والأنبياء يخلقون ليس من العدم، والدليل إني يخلق لكم من الطين، من شيء يعني. الله يخلق من لا شيء، الله يخلق من العدم، وآل محمد وما دون. لحظة، هذا مو الجربوع إلا والله الجربوع. عز الله انتهيت يا حيدر النجسي. شوفوا الجربوع والله منتظر كذا، وبالظاهر انه مترصد ومنتظر الفرصة حتى ينقض عليه. انتهى وضعك يا حيدر النجسي، انتهى وضعك. ما دونه الخالقين الذي قال الله عنهم تبارك الله أحسن الخالقين، يخلقون ليس من العدم، من أشياء. هذه الفارق، وفارق كبير، هذا جدا كبير، وهم إلى بحث خاص هذا، يعني أنه الخلق من العدم والخلق من غير العدم. مو بالضرورة أنه يخلقون، البشرية كانت لا تستوعب. يعني هم آل محمد صلوات ربي عليهم ما أعطاهم حتى كلام يتكلمون. علي بن أبي طالب سيدهم وأبوهم وجدهم تحت الإقامة الجبرية ما يقارب 20 عام، وعندما استلم الحكم 3 حروب طاحنة. وين بعد يلحق يحكم ويلحق يطلع معاجز سلام الله عليه؟ أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فعل المعاجز، بس مو بالضرورة أنه إذا لم يخلق هذا انتهت عصمته. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمع المسلمين أنه لم يخلق القمر مثلا، هل من المعقول أنه ننفي عصمته أو ننفي ما جاء بالقرآن الكريم عنه وكلام القرآن عنه أنه رسول؟ ما ننفي. مو بالضرورة أنه الإمام يخلق حتى تثبت عصمته. الدليل على أنهم يخلقون، الدليل على أنهم يخلقون بالمعتقد الشيعي هم أفضل من عيسى بن مريم صلوات ربي عليهم. أمير المؤمنين عليه السلام هو روح محمد، هو نفس محمد بالقرآن الكريم. فتلك الروح الإلهية اللي هي روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق. إذن علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه روح محمد، إذن روح محمد أفضل من عيسى بن مريم، وهكذا المعصومين عليه السلام. فكيف بالأفضل لا يخلق والمفضول يخلق؟ عندنا برواياتنا أن الحسين عليه السلام أرجع أرواح كانت ميتة وأرجعها بالمعتقد الشيعي. بس أنتم تأخذون بهذا الكلام؟ ما تأخذون بهذا الكلام. أنتم عندكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس بأفضل الخلق، وإذا تريد أثبت لك. عندكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يزني، عندكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير مؤمن. فبعد شلون نكلمكم عن ما دون محمد اللي هو المعصوم عليه السلام، علي وآل علي؟ لا، ماكو دليل. عندنا آلاف الكتب يعني تتحدث عن عصمتهم ومعاجزهم، بس هل أنها ملزمة لكم؟ لا طبعا. كذلك أنتم عندما تتكلمون عن مثلا عمر بن الخطاب يتحكم بالعناصر الأربعة وعنده الولاية التكوينية، ملزم إنه؟ لا، مو ملزم إنه. بس هل أنه ملزم لكم؟ نعم ملزم لكم. فكيف بعمر بن الخطاب يتحكم بالعناصر الأربعة اللي هي لب الولاية التكوينية، وما يعني شاطرتوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعلتموه مكان الخاتم صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي مكان الخاتم بعده حدث ولا حرج، يخلق ويفلق القمر ويسحل الشجرة كما معاجز النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب. تريد اشرح لك يعني بالمعتقد الشيعي؟ تعال اصعد. إذا أشرح لك بالمعتقد الشيعي هل هو ملزم لكم أيها السنة؟ يا الله. رواية عن شنو؟ رواية عن أنه يخلق. قلت لك مو بالضرورة، لعله لم تمهد له الأمور أنه يخلق. يعني رسول الله عندما طلبوا منه معجزة يعني فلق القمر أو شطر القمر،
لو ما فعل هذا الشيء هل المسلمين يعترفون بعصمته ونبوته أو لا؟ جاوبني أنت الآن، بأي معتقد جاوبني حتى إذا بمعتقدك. لا، دليلنا قول واحد، قول الإمام الصادق عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بالمشيئة، كل شيء خلقه بالمشيئة ونحن مشيئة الله. هاي نقطة راس سطر، لا خليه يتكلم عوفا. الله خلق كل شيء بالمشيئة ونحن مشيئة الله. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. الجبان خاف. لا ومسوي فيها وانه بطل وانه هذا الكلام ذا ما يقبل وكذا، بس جاه حيدر النجسي الرجال ساكت كاتب نفسه. لا حول ولا قوة الا بالله. والله طلع حيدر النجسي مو هين، والله طلع داعسك يا جربوع بابل. مرة ولا صوت. من جد اعمل نفسك ميت. لا حول ولا قوة الا بالله. عموما يعني هذا مقامك اصلا، هذا مقامك، عارف انك اذا قابلته ما راح تسوي شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. عموما انا اتمنى يخرج احد من الرافضة، يخرج احد من الرافضة السبئية يشرح لنا هذا الموضوع. كلهم يقولون نحن لدينا الادلة، يعني دينكم متناقض. هذا دين بالله؟ هذا دين؟ يعني هذا يقول كذا والثاني يقول كذا ومختلفين في نفس العقيدة، في العقيدة مختلفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أمور عجيبة والله يا رافضة، إنه دينكم على ضلال. اتقوا الله في أنفسكم اتركوا ذلك الشرك. شوف وصل فيكم الحال إلى فين، إلى إنكم جعلتموهم أربابا من دون الله. طبعا يقول لك والله حنا ما نسجد لهم ولا نصلي لهم، ومن قال لك إنه السجود أصلا أول يعتبر الطاعة فقط، الطاعة فيما حرم الله عز وجل وفيما أحل الله عز وجل، هذه عبادة، هذه عبادة. والحديث هذا موجود عندكم أعتقد كذلك، أنه الناس أمرونا أن نحل ما حرم الله فأطعناهم، وأمرونا بأن نحرم ما أحل الله فأطعناهم. هذا كفر، هذا شرك. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك إذا عبادتهم. ابحثوا عن هذا الحديث، موجود عندكم، يعني أعتقد بنسبة 80% هذا الحديث كأني قرأته عندكم موجود. إذا العبادة ليست فقط السجود. أنتم الآن يعني أصبحتم تعبدون آلهة من دون الله عز وجل. عموما أنا أتمنى يعني من الناس اللي هم يعني يعتبروا عندهم شيء من العلم، مطاع، سفير، أي شخص يورينا هذا الإشكال كيف وقع عندكم. أنا أتمنى إذا ما أحد خرج فيهم وبين، هذا معناه إنه فعلا دينكم على ضلال وما عندكم حلول أصلا، دين متناقض هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا.